احباب الاندومي، في مكرونه طلعت دلوقتي بديل الاندومي، بل بالعكس صحيه ومفيده لاولادك. هنجيب المكرونه نسلقها سلق كويس قوي. انت عارفه ازاي تسلقي مكرونتك حبيبه قلبي؟ بالف هنا وشفا. غلت الميه وحطينا المكرونه، وبعدين بعد ما غلت المكرونه واستوت السوى اللي احنا بناكله، صفيناها من الميه بتاعتها وشطفناها وحطيناها في مصفى. اوكي لحد هنا تمام. بصوا بقول لكم اهي استوت اهي، وهنطلعها. صفيناها وحطينا في المصفى. هنجيب بقى مع بعض حله حلوه زيكم كده، ونحط فيها كوبايه لبن. هتعملي ايه بكوبايه اللبن؟ هنحطها في الحله النضيفه زي قلبك دي، وبعدين هنحط عليها كيس الكريمه اللي جوه كيس المكرونه، باطعمه رهيبه يا جماعه، مفيده لاولادك وسريعه. لو حابين الاندومي دي بدل الاندومي واحلى من الاندومي وصحيه عن الاندومي. غليت الكريمه باللبن، اوكي هنحط فيها المكرونه تغلي غلوه، وبعدين نحطها في الطبق ونقدمها لاولادنا وعلى ضمانتي انا، ونقول الله 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 على الجمال. لايكات واشتراكات حبايب قلبي، بالف هنا وشفا.